زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت ان كان عند فاروق حلم ان هو يخلي مصر هي مركز العالم الاسلامي في الوقت ده، علشان كده اتجوز اخته فوزية بناء على طلب من رضا بهلوي شاه ايران في الوقت ده. غير كده بقى بدأ ان هو يظهر نفسه للشعب بتاعه في صورة ان هو الانسان الملتزم ورب دقنه وماسك سبحة ومتجوز من الملكة اللي سماها الشعب المصري في الوقت ده بالطهرة. بس غير كده كمان هو كان منحاز للفريق الألماني في الحرب العالمية الثانية، ومصر كانت في الوقت ده هي شكلا هي دولة مستقلة بمعاهدة سنة 1936، بس واقعيا هي ما زالت تحت حكم المحتل الإنجليزي أو تأثيره على الحكم فيها. بس الإنجليز في الوقت ده ما كانوش يقدروا إن هم يعزلوا فاروق زي ما عملوا مع الخديوي عباس حلمي الثاني، علشان ما كانش مشجع الإنجليز وكان منحاز شوية للألمان في الحرب العالمية الأولى. ففي يوم 4 فبراير 1942 تحاصر الدبابات الإنجليزية قصر عابدين، ويتم تخيير فاروق إما العزل أو إن هو يجيب النحاس، لأن في الوقت ده النحاس كان شايف إن الألمان في الحرب العالمية الثانية مش هيعرف يتكلم معاهم ولا هيعرف يتفق معاهم. بس هو اتفق وعمل معاهدة سنة 1936 مع الإنجليز، فممكن يبقى فيه تفاوض مع الإنجليز، فعشان كده كان منحاز شوية ليه. غير كده كمان هو كان رئيس الوفد حزب الأغلبية في الوقت ده. كان الإنجليز كانوا عمالين يعملوا فرق تسد، عمالين يخلوا الحزب الوفد يحارب القصر وهما الاتنين يشوفوهم من فوق ويفضلوا متمسكين بمصر. فعلشان كده حس ان هو مش هو اللي بيحكم مصر. غير كده انهارت نفسيته المعنوية، فالأميرة شويكار عملت له مجموعة من الحفلات باسم مبرة محمد علي لترفيه الملك مصر والسودان. حفلات ما قابلتهاش الملكة فريدة نهائيا، لأن كان فيها جزء منها بتشوه صورة ملك مصر والسودان. فكان مثلا الملك فاروق كان بيلعب لعبة الكراسي الموسيقية مع الأميرات وحاجات تانية لا تليق بصورة ملك مصر والسودان عند الناس وسياسيا كمان. ده غير انه في سنة 1943 وفريدة كانت بتولد اخر بنت ليها حصل له حادثة اغتيال في القصاصين، دخل بسببها على المستشفى واتعالج منها وخرج من هناك وما كانش حابب البنت اللي جت، لان هو كان عايز ولد علشان يكون ليه ولي عهد. وفي الوقت ده تراكمت الافكار في عقل فاروق ان هو ملهوش ولي عهد وان هو مش قادر يحكم مصر بشكل مستقل. بعد كده تم تسمية الأميرة باسم فادية على أساس إن هي اللي فادت أبوها من الموت. ومن هنا بدأت علاقة فاروق وفريدة تسوء بشكل كبير جدا. ده غير إن كان لفاروق بعض العلاقات النسائية. في الوقت ده كان عادي إن الرجالة كتيرة جدا كانت بتعمل علاقات نسائية، بس فريدة بحكم تربيتها المحافظة شافت إن الأسلوب ده مش هينفع. غير كده كمان إن مش هيليق بملك مصر وبالصورة اللي تتصدر ليه للشعب بتاعه. وهي أساسا كانت حاطة فكرة معينة في بالها إن هي اللي بتحط الحدود لفاروق، بس فاروق كان اكتفى خلاص بالحدود لغاية كده من كتر الضغوطات اللي كانت بتتحط عليه. هو شاف إن فريدة مش عايزاه ينفس عن غضبه بالطريقة اللي هو عايزها، بس فريدة كانت مدركة إن دي مش صورة لطيفة خالص للشعب بتاعه. علشان كده بالرغم حبه ليها بس هتزداد مساحة التنافر ما بينهم هما الاتنين. ده غير بقى حكاية الأميرة فايزة أخته اللي كانت حبت واحد من ضباط الحرس الملكي، بس بسبب الفرق المسافة ما بينها وما بينه فاروق هيقرر ان هو يبعده عن الأميرة فايزة. وهي كانت عنيدة جدا، خدت العند من أمها الملكة نازلي، فرفضت جوازات كتيرة جدا منه، وبعد كده قبلت بجوازة من أمير من الأسرة العلوية. وتحدد الجواز سنة 1945 وطلبوا من أختهم الأميرة فوزية الحضور بعد ما بقت إمبراطورة إيران، فنزلت في قصر أنطونيادوس. بس الأخبار في الوقت ده بينت إن الإمبراطورة فوزية نزلت في وزنها كتير جدا. المهم بعد شوية احتفالات راحت اتكلمت مع أخوها في قصر راس التين وطلبت الطلاق، لأن هي تعبت من العيشة في إيران وجالها مرض الملاريا والصفرة، والأمراض دي فعلا كانت بتيجي في مصر بس ما كانتش بتيجي للملوك، لأن كان في أنواع من البروتوكولات اللي كانت المفروض بتحافظ على صحة الأكل للملوك وللأمراء. ده ما كانش موجود بجزء كبير في إيران. ده غير كمان محاولة اغتيال حصلت لها واتكتبت في أحد مذكرات أسرة الملكية الإيرانية، وكمان تسلط إخواته وأمه عليها. فخاف فاروق على أحب إخواته ليه، مع إنه عارف بالطلاق ده إن هو هيخسر علاقاته مع إيران، بس كله يهون في مقابل سعادة أخته. علشان كده هيحصل الطلاق
وهيتم الطلاق سنة 1948 من فوزية وشاه إيران في الوقت ده محمد رضا بهلوي. وهكذا في نفس ذات الوقت هيتم إعلان خبر طلاق فاروق من فريدة، بعد ما فريدة خلاص تعبت مع العيشة اللي هو عايشها فاروق. ده غير ان هو اتهمها ان هي بتخونه مع الامير وحيد يسري، زي ما بنقول بالعامية كده هيخسر رمانة الميزان بتاعه. وهيقول الشعب في الوقت ده خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة. ده غير حكايات الملكة نازلي والاميرة فايقة وفتحية بناتها لما سافرت على فرنسا علشان تتعالج، وبعد كده سافرت على امريكا علشان تستكمل علاجها. وهناك في فرنسا اتكلمت على فؤاد ملك مصر السابق وابو ملك مصر في الوقت ده بكلام وحش ما ينفعش ان هو يتقال من جلالة الملكة الام الملكة نازلي. غير كده كمان الصحافة في الوقت ده غضبت جدا بسبب تهور سلوك الملكة نازلي. ده غير الشائعات اللي انتشرت عن قصص الحب ما بين الأميرة فايقة وأجانب كتير، بس اضطرت ان هي ترجع على مصر بعد ما أجبرها فاروق على الرجوع. وفضلت نازلي هي وفتحية في فرنسا. بعد كده هتسافر على الولايات المتحدة الأمريكية علشان تستكمل علاجها، وهيكون معاها شخص تاني اسمه رياض غالي. الشخص ده كان بتاع مصلحته. هو أدرك في الوقت ده أن العلاقة ما بين نازلي وفاروق متدهورة لأسباب كتيرة جدا، منها انعدام ثقة الملك فاروق في الملكة نازلي والشائعات الكتيرة جدا اللي كانت موجودة حواليها والأخبار كمان. كانت من أكبر الشائعات دي حصلت في مصر اللي اتقال فيها جواز الملكة نازلي عرفي من رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين. فكان رياض غالي عارف البعد والتنافر اللي ما بينهم في الوقت ده. وفي الوقت ده برضو كانت الملكة نازلي كانت محتاجة وكانت بتحن لمشاعر ابنها، لأن هي في الوقت ده كانت بتعمل عملية خطيرة جدا بأن هي كانت بتستأصل كلية في عملية كبيرة جدا، فكانت محتاجة مشاعر ابنها ومشاركته ليها. بس لقيت المشاعر دي من رياض غالي، علشان كده قررت ان هي تجوزه الفتحية. وفتحية في الوقت ده كان عمرها 18 سنة، وكانت برضو محبوسة زي أخوها في قفص من دهب اسمه القصر الملكي، فما كانش عندها خبرة خالص في الناس، فوافقت برضو على الجوازة دي. طلب فاروق بطلان الجواز وفشل الطلب ده، فطلب من فوزية ان هي تحاول توقف الجوازة دي من الملكة نازلي وفشلت هكذا. وطلب من النحاس ان هو يخاطب الملكة نازلي وبرضو فشل في الحكاية دي. ده غير ان هو طلب من سفارة امريكا ان هو لازم يجيبوا الملكة نازلي والاميرة فتحية، ولكن السفارة في الوقت ده رفضت الطلب ده علشان يتم الجواز، ومعاه يتم حرمان الملكة نازلي والاميرة فتحية من كل مخصصاتهم الملكية، وغير كده كمان من كل القابهم الملكية. بس في نفس ذات الوقت هتكتمل الصورة الوحشة عند الشعب بتاعه. خلاص الشعب هيكون شايف ان الملكية مش قادرة ان هي تتماسك، مش قادرة ان هي تحافظ على نفسها، وبعض الافراد من العيلة المالكة بيعملوا سلوكيات متهورة جدا لا تليق بالعيلة المالكة. فبعد كده هيتجوز فاروق من بنت الشعب مرة تانية زي ما حصل مع الملكة فريدة، بس المرة دي بقى هيختار الملكة نريمان، هيختارها في دور فقط لولي العهد، مش زي الملكة فريدة اللي كانت بتشارك الملك فاروق في بعض القرارات. وفعلا هتخلف ولي العهد أحمد فؤاد سنة 1952، بس هيحصل حادثة مبنى المحافظة في الإسماعيلية، ده غير حريق القاهرة. فهيفضل فاروق يغير في الوزارات أكتر من 5 مرات من يونيو 1952 لغاية يوليو سنة 1952. وده لو شفناه في السياسة هيتقال ان في عدم استقرار سياسي في الوقت ده، علشان كده هتحصل ثورة سنة 1952، وعلى سببها هيسافر على إيطاليا المنفى بتاعه، وهيعيش في روما، وهيطلق نريمان، وهيبعت عياله على مدارس داخلية في سويسرا وفي فرنسا. وفي سنة 1965 بعد ما ياكل أكلة عادية جدا في مطعم هيموت، فهيتم الاشتباه في اغتياله. بس الملكة فريدة بعد ما هتسافر على إيطاليا علشان تشوف مسوى الأخير لجوزها وحبيبها اللي ما اتجوزتش بعده خالص، هتقرر ان مفيش تشريح وان هو لازم يتكفن علشان نلحق ان هم يدفنوه في مصر. وهتحاول ان هي تخاطب الحكومة المصرية، وهكذا جوز اخته التاني اسماعيل شيرين جوز الاميرة فوزية هيطالب بان هو يدفن في مصر، وفعلا هيدفن في مصر بس في حوش الباشا. وبعد كده هيتم اعادة دفنه بطلب تاني من الملكة فريدة علشان يدفن في مسجد الرفاعي. وبس كده زي ما شفنا كان في ظروف كتيرة جدا ضد الملك فاروق، مشكلات عائلية، وغير كده كمان هو ما كانش جاهز سياسيا علشان يحكم دولة بكبر
دولة مصر والسودان. فعلشان كده في الآخر حصل اللي حصل. وبس، دي حلقة النهاردة من قصة إنسان بتاعت النهاردة. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا الحلقات الجديدة. مع السلامة.